السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة. في هذه الحلقة يا جماعة الخير هنناقش الموضوع اللي صار ترند أمس. المهم يا جماعة الخير هو اعتزال الصحراوي اعتزل يا جماعة الخير أمس اليوتيوب، وممكن أو باحتمال ضئيل أنه يرجع لليوتيوب. المهم يا جماعة الخير الصحراوي البارح وصل للمليون مشترك. العجلي حدث في جماعة الخير، أنا ما أشاهد في البث المباشر أني شفت صحراوي عمل ردة فعل غريبة يا جماعة الخير. باقي 4 دقائق او 3 دقائق وهو صامت يشوف مع الشاشه، ما فرح ولا اي شيء، جاء الاكتئاب. خلونا نشوف الاسباب يا جماعه الخير مع بعضنا البعض. صحراوي ينزل مقطعين في اليوم، نعم ينزل مقطعين في اليوم. حاول انك تقول انه المقطع الاول او المقطع الواحد فيهم يا جماعه الخير يستحق مونتاج وجوده عاليه وطريقه كلام وصور مصغره وينزلوا في قناته، راح يستغرق حوالي 6 ساعات 8 ساعات. وتخيل ان المقطع الثاني نفس الشيء 16 ساعه 14 ساعه يا جماعه الخير في اليوم. قول لي دوك كيفاه حيرتاح الصحراوي؟ اجبد دوكا وستيلو، نجبدوا ورقه وستيلو انا وياك، وقول لي دوك نلبسوا النواظر ونكتبوا 8 زائد 8 بدا توصل 16 ساعه. كيفاه حيرتاح الصحراوي؟ كيفاه حيرتاح الصحراوي يا جماعه الخير؟ الصحراوي قاعد يقدم في محتوى يصل للمليون. صحراوي ما فقد الشغف، صحراوي يحب اليوتيوب. انا اعرف انه صحراوي ينشئ المحتوى، يحب ينزل مقاطع، ولكن ضغط على نفسه في الفتره الاخيره يا جماعه الخير. مقطعين في اليوم كثير بالنسبه له، راح يجلس طول وقته هو يمنتج، هو طول وقته هو يكتب في افكار، طول وقته ما يقعد مع اهله مع اصحابه مع العالم الخارجي. لذا نتمنى من الصحراوي انه يرجع للمنصه ويرجع يبهرنا بانجازاته العظيمه ويرجع يبهرنا بالمحتوى اللي قدمه. شكرا صحراوي على ما قدمته، ونتمنى انك تعود على سلام وعلى خير. كان هذا مقطعنا، كان معكم ابو نقدمته في العاتبه.